السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله اللي احنا بنعمله ده فراخ انا عاملاها بطريقة جديدة. اتمنى ان شاء الله تعجبكم. اولا يعني احنا هنعملها في 10 دقايق ان شاء الله على البوتاجاز بتتبيلة فورية او الصلصة اللي احنا هنعملها معاكم دلوقتي. اول حاجة طبعا انا ببقى غاسلة الفراخ ونقعها في محلول ملح مع الليمون، طبعا ده عشان ريحة الزفارة زي ما احنا عارفين. وبعد كده بسلقها السليق العادي. بضيف معاها بقى التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل اسمر وشوية بهارات فراخ وكمان ورق لوري، وكمان بضيف معاها بصلاية وطماطماية. ومش بسويها تسوية كاملة، انا كده هسويها 3/4 تسوية. معايا بقى طبعا على ما الفراخ تستوي معايا ده عصير طماطم، ده كوبايتين كبار من عصير الطماطم. وبعد كده انا هضيف عليه التوابل. معايا بقى ملح وفلفل اسمر وشوية كزبرة على كمون كده، شوية شطة قليلين، نص معلقة صغيرة سكر، معلقة كبيرة بابريكا. وبعد كده كمان خدت عصير نص ليمونة. بتفرق جدا النص ليمونة دي بقى بتديها طعم جميل جدا، جربوها بس كده ان شاء الله هتعجبكم. كمان معايا هنا نص معلقة كبيرة توم، اللي هو التوم المفروم، ده كمان بيدي ريحة جميلة جدا يا جماعة. ما ننساش بقى كمان طبعا دبس الرمان، احنا دايما بنستعمله في التتبيلات بتاعتنا، بيبقى تتبيلة جميلة جدا. هنا بقى هاخد معلقتين كبار من دبس الرمان، وبعد كده بقى قلبت الكلام ده كله مع بعضه كده وخدتها على البوتاجاز. انا عايزة اسبكها يعني اعملها صلصة، القوام بتاعها يبقى متوسط، يعني مش تبقى خفيفة قوي ولا تبقى تخينة قوي، عشان انا عايزة الفراخ تشرب من الصلصة دي، لان انا مسويها زي ما قلت لحضراتكم 3/4 سوا. كده خلاص الصلصة معايا اخدت القوام اللي انا عايزاه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزلها بقى، وبعد كده معايا كمان الفراخ استوت. هبدأ رصيت بقى الفراخ في الطاسة من غير مادة دهنية ولا زيت ولا سمنة ولا أي حاجة، وبدأت طبعا أحط عليها الصلصة، وببدأ أقلبها من هنا لهنا كل شوية، طبعا بقلبها وأرش عليها صلصة. يعني أنا بفضل لغاية الصلصة معايا كده ما تخلص عشان تشرب من التسبيكة اللي أنا عاملاها دي. بجد كانت جميلة والله، أتمنى تجربوها. يعني احنا قلنا حاجة جديدة بقى، بدل ما نحمر والطرق اللي احنا بقى على طول بنعملها دي، يعني ان شاء الله هتعجبكم. كده كمان حاطه معاها التلات قرون فلفل رومي دول، كمان فرقت معايا في الريحة، ادوها ريحة جميلة جدا. بفضل بقى كده لغاية الصلصة معايا ما تنشف منها بقى. وكده خلصت معايا، وادي شكل الطبق اهو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو انتوا جداد في قناتي نوروني باشتراك في القناة، ولو الفيديو عجبكم لايك حلو كده. والقاكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.